لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعتذر للشعب، حميدتي 90% من الجيش خارج الخدمة ولا يمكن التفاوض مع البرهان. أكد قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقيق حميدتي الأحد أن 90% من عناصر الجيش السوداني خارج الخدمة، ويقدم اعتذار للشعب السوداني. واعتبر حميدتي في تصريحات مع قناة سكاي نيوز العربية أن الديمقراطية لها ثمنا، ومؤكدا أن الجيش السوداني يقاتل لأن بما يسمى بالمجاهدين وكتائب المسلحة، لأن 90% من عناصر خارج الخدمة، وهؤلاء الذين انتقالهم مرتزقة بحسب وصفه. وأضاف الحرب خدعة، وهم يخوضون معارك كر وفر، بينما نحن نعمل بخطة ثابتة وتكتيك ثابت. وعلى سبيل المثال فإن المناطق المهندسين لم ننشر فيها وندخلها ولم نضعها في تكتيكنا لأن فيها سكان. واعتبر دقيق أن الجلوس مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان غير مفيد، ومتابعا القوات المسلحة بها شرفاء، وللأسف الشديد لم يخرجوا حتى الآن، وتمنى أن يخرجوا ونتفاوض معهم، لكن لن نتفاوض مع انقلابي، يجب أن يستسلم حسب وصفه. وشدد على أنه لا يريد الحرب، بل هو مع السلام والاستقرار، لكن البرهان استمر في التفاوض والآن ما يبدو شيء. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.